مامتي الله يرحمها يا رب كانت الصراحة ناقدة رهيبة لينا. كلنا ازاي، شربنا ازاي، عملنا ايه، رحنا فين، جينا منين، كانت مركزة معانا جدا جدا جدا. وبنتكلم في تليفون بتبقى مركزة معانا، مركزة معانا قوي. طبعا كنا واحنا صغيرين شوية بنتضايق، ما كانش مسموح لينا قوي يعني نتضايق، بس يعني ما كناش اسعد حاجة. لكن لما كبرت سبحان الله بقيت كوبي بيست، نسخة منها، بعمل كل اللي بتعمله، بحس ان دي الامومة، وان غير كده نو واي. انا لازم اركز قوي مع اولادي. طول ما احنا خارجين قاعدين نتكلموا ازاي، اللي بياكل كذا، اللي بيعمل ده، اللي بيتكلم بالطريقة دي، اللي بيتكلم ده لازم تبقى كذا. مركزة جدا معاهم، دي بتعمل ايه مع اولادها، ده بيعمل ايه مع كذا كده. طبعا بقى الجيل ده مش زينا بقى، خلاص مش مسموح لك بقى، خلاص يعني، خلاص احنا الجيل كنا مسموح علينا كل حاجة. دلوقتي احنا لا، مش مسموح لي. بس على مين؟ على مين؟ انا شايفه ان هي دي الامومه. ما ينفعش حبيبتي مامتك تسيبك كده منك لله كده، ما ينفعش. امال مين يقولك صح وغلط؟ يعني مين هيقولك مثلا ان انتي واحده مثلا؟ ما هو اكيد انا مش هنتقد ابني او بنتي واقول له ده انت مناخيرك كبيره، ده انت اسمر، ده انت ابيض. دي حاجات قدريه مش هتغيروها. لكن في حاله ان مثلا بنتي صبغه شعرها لون وحش، اسيبها تبقى وحشه؟ ده كلام؟ لازم اقول لها ان اللون ده وحش، مش تسمع كلامي او افضل وراها لحد ما تغيره، مش هسكت. بنتي بتكلم حد بطريقه مش كويسه، لا هفضل وراها. في الاول ممكن تقول لي لا انا صح وبتاع، في النهايه والله بتفكر وبتقرر ان انا صح وبتسمع الكلام. فدي رساله لكل الاباء والامهات: لا تقنطوا من رحمه الله. افضلي ورا ابنك ورا بنتك، ما تزهقيش. وانتوا ايها الجيل الجديد انسوا، انسوا، احنا وراكوا يا النصر يا الشهاده. هنفضل ننتقد، هنفضل نقول ان انت غلط، وهتكبري وهتكوني زيي. هتبقي بالظبط زيي لما تلاقي ابنك بيعمل حاجه غلط، لما تلاقي بنتك بتعمل حاجه غلط. لما تلاقي اي حاجه، انت المسؤوله، انت دول يعني اهم عندك من نفسك. ولادي اهم عندي من نفسي. ازاي انا هسيب ابني يعمل حاجه غلط واشتري دماغي؟ انا لو اشتريت دماغي ابقى مش بحبك. و... وعلى فكره ان اشتري دماغي دي حاجه مريحه جدا. يعني انا بحسد كل ست مكبره دماغها، وولادها عملوا اللي عملوه، راحوا جم، نجحوا، سقطوا، عيوا، خفوا. حاجه جميله جدا. بس ده مش بايدينا، ودي مش ده الصح. مش ده الصح. الصح مين هيعلمك الصح والغلط؟ ما انتي ما تهمنيش حد اصلا. احنا اللي انتوا بتهمونا احنا. فبكره هتكونوا زينا، ومش هنسيبكم في حالكم.